السلام عليكم. عملت النهارده الكشري بتركات المحلات. من الاخر كده يا جماعه هنعلي على محلات الكشري وربنا يستر بقى في الفيديو ده. عملنا الكشري النهارده بطريقه حلوه جدا، خليكم معايا لاخر الفيديو وان شاء الله الفيديو يعجبكم. ابتديت بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 3 بصلات كبار، قطعت البصل كله شكل واحد زي ما انتم شايفين، حطيت عليه معلقه صغيره من السكر ورشه من الملح، قلبتهم كويس وركنت البصل تقريبا نص ساعه. بعد كده حطيت في حله الزيت زيت كتير ونزلت بالبصل قليته لغايه ما كرمل معايا واداني لون ذهبي فاتح. اول ما اداني لون ذهبي فاتح ابتديت اركز كويس عشان ما يتحرقش مني، اقلب فيه كتير قوي عشان كله ياخد نفس اللون. بص لون البصل ده اللون اللي احنا بنشتريه مع علبه الكشري اللي احنا جايبينها من بره. بعد ما طلعت البصل حطيته في الطبق وركنته. سامعين بقى قرمشه البصل خطيره. بالنسبة للصلصة ودي مهمة جدا، عندي 4 حبات من الطماطم معاهم بصلاية، قطعت البصلاية شرايح والطماطم شرايح، وابتديت احط عليهم رشة من الملح رشة من الفلفل الاسمر، فرمتهم في الخلاط كويس وبعد كده سبتهم شوية. وفي حلة فص توم وبشرته ابتديت احطه على معلقتين زيت، واول ما التوم يديني اللون الذهبي هبتدي احط له معلقة كبيرة من الخل. بعد ما نزلت بالخل قعد يطرطش كتير قوي، اضطريت ابعد بالكاميرا خلي بالكم. هنا كمان بعد نزلت بالصلصه، بعد ما ادتني غلوه حطيت عليها معلقه كبيره من صلصه طماطم المعجون الجاهز او الصلصه اللي بنشتريها من المحلات، واديتها غلوه تاني وقفلت عليها. احضر رز الكشري. عندي كوبايه من العدس، عليها كوبايتين كبار من الميه ومعلقه كمون ومعلقه صغيره من الملح. لغايه ما العدس يغلي عندي حله هحط فيها كوبايه كبيره من الشعريه واحط عليها معلقتين او 3 كبار من الزيت، وهبتدي احمر الشعريه. هغسل الرز وهصفيه، واول ما الشعريه تديني اللون الذهبي قبل ما تغمق هبتدي انزل بالرز. تركه مهمه جدا في الرز عشان خاطر يعني الكشري يبقى بالظبط وكامل بقى. هبتدي احط معلقه كبيره من الكمون، معلقه من الثوم البودر، معلقه من البصل البودر، عندي كمان رشه من الملح، وهبتدي بقى اقلبهم كويس لغايه ما الرزايه نفسها تتغلف كويس بالزيت. بنشوحه كده، نقول عليه ان احنا بنشوحه لغايه ما الرزايه تتغلف بالزيت. هنا كانت خلاص العدس ابتدى يتسلق، انزل بقى بالعدس بالشوربه بتاعته بكل حاجه على الرز، واول ما انزل بيه هبتدي طبعا اديله تقليبه كويسه كده، وبعد كده هغطيه. اول ما الرز يغلي او يتشرب هبتدي اوطي عليه النار، اخلي النار هاديه جدا لغايه ما يستوي. دقه عندي كوبايه كبيره من الميه هسيبها تغلي على النار، هنزل بفص ثوم واقلبه كويس. كل خطوه والتانية هسيب كده بينهم حوالي دقيقه، يعني ايه الطعم ينزل في الميه. وبعد كده عندي معلقه كبيره من البصل البودر، معلقه كبيره من الثوم البودر، واخيرا معلقتين من الكمون. بعد كده هظبط الملح بتاعها، وهبتدي اخر خطوه احط لها معلقه كبيره من الخل. خلصتها بعد ما الدقه تهدى وهطفي على النار تهدى خالص، هحط لها تقريبا يعني معلقتين او 3 كبار من الليمون. رهيبه يا جماعه، مظبوطه جدا وتحفه. هسلق المكرونه. طبعا ميه المكرونه او المكرونه سلقها سهل جدا. الميه هحط عليها شويه ملح وشويه زيت وهسلقها وهصفيها وكده ركنتها. حابين تحطوا عليها عدس ماشي، مش حابين خلاص. عندي برضو اضافي كده هحط العيش، دارت رغيفين من العيش الشامي وقطعتهم مربعات زي ما انتم شايفينهم. بعد كده نزلت في الزيت مطرح البصل. حابين تعملوه في الفرن ورشوا شويه ملح وشويه كمون كده صغيرين مفيش مشكله. هنا انا بصراحه قليته. بعد كده ابتديت احضر بقى الشط الزيت اللي احنا بنحبها، في ناس كتيره بتحبها. عندي شطه الزيت معلقتين او 3 كبار من الزيت، وبعد كده هحط عليهم معلقتين من الشطه وهسيبهم كده يا دوبك. اول ما الزيت يبتدي يحمر الشطه هحط لها رشه من الملح وهطفي عليها. هبتدي اضيفها كده في بوله صغيره او طبق صغنن. وهنا انا خلصت، عايزه ارتب الطبق عشان تشوفوه. هنزل بالرز، وبعد كده بعد ما اسويه هنزل عليه بالمكرونه. احط عدس كده من الجنب عشان اعمل فينش شكله حلو. وبعد كده هبتدي احط الصلصه
طبعا انا محضره على جنب الدقه ومحضره الشطه ومحضره عدس اضافي للناس. ولو وصلتوا لغايه هنا في الفيديو قولوا لي رايكم ايه في الكشري اللي انا عملته.